افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه، يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات. في المغربية رح نفطر ساعة أذان الله أكبر، ونعلي حسنا ونقول هي ونجري عالبيت نتنطط، وقلوبنا من الفرحة تزقطط، ونقول لبعضنا رمضان جه. افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه، يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات. فوانيسنا دايما هتنور، ونلف في الحارة ندور على الأهالي نهنيهم، وهم يدلونا العادة ونشتري شمعة زيادة نولع الفوانيس بيهم. افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه، يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات. بعد الفطر دغري نحلي بكنافته وقطايف وتملي، وكل يوم فرحنا تزيد، ويفوت علينا اوام يجري ونقول له لسه عليك بدري، يقول ده جاي ورايا العيد. افرحوا يا بنات يلا وهيصوا، رمضان اهو نور فوانيسه، يا حلاوة الدين والقمر الدين وكياس النقل وقراطيسه. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات. افرحوا يا بنات هيصوا يا بنات. افرحوا يا بنات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات واحلى صحاب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وفي صحة وفي احسن حال. يلا بقى نتفرج على فرش العيد، واللي عايز بقى لسه ما جابش الملايات للسراير، ولسه ما جابش بقى الحاجات الحلوة دي، يجي بقى كده ويتفرج معايا عليها. شوفوا بقى انا جايبه لكم النهارده تابلو كده ما شاء الله، يعني الصورة قدامكم باينة، وانا وريتكم المقاس بتاعها في اول الفيديو، وريتكم الملاية قد ايه، وحبيت اوريها لكم برضو وهي مفرودة على السرير شكلها بيكون ايه. شايفين الرسومات ما شاء الله جميلة جدا وظاهرة قوي، يعني كأن كرتون كده شغال قدامك على التلفزيون. شوفوا التفاصيل بتاعتها جميلة، القماشة كمان بتاعتها جميلة قوي، والخامة بتاعتها على قطن زي ما انت شايفة كده. الملاية بتاعتها كبيرة جدا، يعني انا فردها على السرير الكبير اللي هو 150، فانت ممكن لو عايزاها للسرير 120 هتبقى كويسة عليها قوي، وهتلف السرير، والقماشة مش من النوع اللي هي بتتزحلق. شوفوا الجمال بقى، قولوا لي رأيكم كده في التعليقات، ايه رأيكم في الشكل.
انا حبيت اديكم فكرة كده عن المفروشات اللي جبتها. طبعا في الطرف كده اللي الكورنيش بتاعها اهو، مورياكم كل تفصيلة فيها علشان مبقاش خبيت عليكم حاجة. شايفين بقى كيس المخدة بتاعها، يعني ما شاء الله مقاسه زي مقاس المخدة الكبيرة، كبير جدا. يعني انا فاردة كيس المخدة اللي انتوا شايفينه في الاخر ده بطول بعرض السرير اللي هو 150. شايفين كده؟ ده كل ده كيس المخدة اللي هو لونه موف سادة، هو معلهوش اي رسومات. جميل جدا. والتكاوي بتاعتها شفتوها في اول الفيديو. طبعا التكوى كبيرة خالص، يعني هي مش هينفع على التكاوي اللي عندي، لان التكاوي اللي عندي صغيرة. فكده بقى الواحد هيضطر ان هو يعمل ايه، يعمل لها تكاوي على نفس المقاس، لان التكاوي صغيرة عليها. عايزين بقى نعمل التكاوي ايه، كبيرة على مقاسها. تيجوا بقى اوريكم الطقم التاني، وده الطقم للسرير الكبير اللي هو 150. شايفين بقى التقاطيع بتاعته الجميلة دي؟ شايفين الشكل جميل جدا ازاي وهادي؟ ده عبارة عن ملاية وكيس مخدة وتكوتين، يعني 4 قطع. شايفين بقى التفاصيل الجميلة دي؟ التكوة بتاعتها برضو كبيرة، يعني أنا فرداها على التكوة، لأن طبعا أنا هغير التكاوي دي كلها. لازم التكوة بتاعتها تكون كده مليانة وتكون ايه، عشان يكون شكلها حلو. وبرضو كيس المخدة بتاعها كبير كده زي ما انتوا شايفين اهو. شايفين بقى الجمال ده؟ ايوه كده. انا طبعا ايه بحب ان انا احط كده التكاوي كده ويبقى شكلها حلو. ما بستخدمش المخدات قوي، يعني بعمل فكرة بقى في اكياس المخدات دي ان انا ممكن اعملها مفرش للكومودينات جنب السرير، فبيدي شكل كويس للسرير، بيبقى كده الطقم كله شكل واحد، علشان ما بستخدمش المخدات أوي. انا بحب التكاوي اكتر من المخدات. وده اخر طقم معانا، وده طقم للسرير الكبير. وقولي بقى رأيك في التعليقات، عجبك ولا ايه؟ لو انت بقى لسه مش مشتركة معايا، اشتركي معايا وفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، وحط لايك واكتبي لي كومنت كده كويس منك تشجعني بيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.